تكملة على المحاضرة اللي فاتت، ايه هي المشاعر؟ فاحنا خدنا اول 3 طرق لتعريف المشاعر عبارة عن ايه. فالمشاعر اول حاجة احنا قلناها ان هي طاقة في الجسم بتساعدك ان انت تتحرك في الدنيا. قلنا ان المشاعر بتطلع نتيجة الفرق ما بين النموذج اللي انت مكونه عن الواقع والواقع نفسه، وقلنا ان المشاعر هي ملمس افكارك عشان تعرفك طبيعة افكارك. لو انت بتفكر في افكار مؤلمة فتحس بالألم عشان تغير من طريقة تفكيرك وتبتدي تفكر في افكار تفيدك وتبنيك. وبالتالي اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر يرجع لمحاضره، اللي ما شافهاش يعني يرجع المحاضره اللي فاتت يعرف اول 3 طرق ازاي بتحس بمشاعرك. لو عايز تكون لايف كوتش، انا مايكل بشاي، مدرب معتمد من نيورو سيمانتكس، دربت اكتر من 100 كوتش، ساعدتهم ان هم يعملوا اكتر من 5000 جلسه. لو عايز ان انت تبدا رحلتك في الكوتشنج معايا ابعت لي رساله. في المحاضره النهارده هنبتدي نكمل على ازاي المشاعر اللي انت بتحس بيها دي بتتكون. فالطريقه الرابعه ان انت تحس بيها بمشاعرك هو ان انت متعود على طريقه تفكير معينه. ان احنا كبشر بنبتدي ان احنا نبرمج نفسينا ازاي نفكر، ما بنفضلش بنفس التفكير طول الوقت. لانه لو احنا طول الوقت هنقعد نفكر من الاول نفكر ازاي، احنا مش هنخلص. فاحنا بنعلم نفسينا ازاي نفكر علشان يبقى عندنا حاجه اسمها اوتو بايلوت كده، برامج عقليه شغاله لوحدها ما بتقفش. امثله للبرامج العقليه ديت، مثلا حد بيرتاح للصوره الكبيره، بيتضايق من التفاصيل وما توجعش دماغي بقى بالتفاصيل، والتفاصيل بتزهقني فهيبتدي ان كل ما موقف يكون فيه احتياج لتفاصيل كتيره، النتيجه ايه؟ ان هو بيبتدي يقول لا ده في تفاصيل كتيره خلينا اتجنبه، ده في ترتيبات كتيره انا مش عايزها. طب هنا هيكون مشاعر ايه؟ مشاعر تنفر، مشاعر مضايقه، مشاعر كره لايه؟ للترتيبات. مثلا ان هو يرتب سفريه فيها تفاصيل، لا مش عايز يرتب احداث أو مش عايز. فكل هنا الشخص عمال عنده مشاعر تنفر، مشاعر بعد او ترك لحاجه معتمد على ايه؟ طريقه تفكيره، ان هو ما بيحبش التفاصيل، بيرتاح اكتر في الصوره الكبيره. فبالتالي لو العكس بقى، شخص بيستمتع بالتفاصيل، فالنتيجه هيعمل ايه؟ انه هيحس لما يقول بس في سفريه وترتيبات هيبقى مبسوط علشان بيبقى مستمتع وهو بيفكر في تفاصيل التفاصيل. والناس اللي بتشتغل اللي هي بقى في الويدنج بلانر وكل ما هو ليه علاقه بالتخطيط هو بيبقى مستمتع بحاجه زي كده. فنفس الحاجه، بس علشان طريقه تفكيرك اللي انت متعود عليها شغاله اوتوماتيك بتحصل مشاعر تجاهها تخليك تلقائيا بتتصرف على الموقف الخارجي دوت، اذا كان هو المثال اللي احنا خدناه اللي هو التفاصيل والترتيبات. فهتلاقي نفسك ان المشاعر هي عمليه بتحصل مستمره، نتيجه، بس مش يعني، او بمعنى صح ان المشاعر رد فعل، رد فعل لطريقه تفكيرك، بس مش حاجه موقف محدد. لان انت لو بتفكر انه مشاعرك عايزه توجهك وعايزه تقول لك حاجه، هي مش عايزه توجهك ولا تقول لك حاجه. هي انت اتعلمت تفكر بطريقه معينه، ومشاعرك نتيجه لطريقه تفكيرك. ان انت اتعودت ان انت ترتاح في الصوره الكبيره، وده ما بتحبش التفاصيل، فمشاعرك بتخدم طريقه تفكيرك. فلو غيرت من طريقه تفكيرك مشاعرك هتتغير. فلو انت محتاج تهتم بتفاصيل معينه وده بيأثر على شغلك، تقدر انت تغير من طريقه تفكيرك، مشاعرك تجاه التفاصيل هتتغير، فتحس ان انت عادي، ان انت متحمس ان انت تعرف تفاصيل، ان التفاصيل بالنسبه لك بقت قيمه، بقت مفيده، ما بقتش التفاصيل مجرد انها عبء عليك. طيب هنا خدنا رابع حاجه اللي هو انه المشاعر اللي انت تحس بيها هي نتيجه الافكار اللي انت متعود تفكر بيها. واحنا عندنا كام طريقه تفكير؟ احنا عندنا اكتر من 60 طريقه تفكير اتعودنا عليها علشان نعرف نرتاح ونندمج في الدنيا بسرعه. ده زي بالظبط واحد، يعني مثال تاني، يعني طريقه تفكير انه حد بالنسبه له تنظيم الوقت او ان هو يجي على ميعاده دي حاجه سهله جدا، واحد تاني بالنسبه له انه يجي على ميعاده دي حاجه صعبه جدا وحاجه مرهقه جدا وحاجه يعني مش عارف يعملها ازاي. لان دي طريقه تفكير. واحد بيبتدي ان هو يشوف الوقت على طول باستمرار وعنده ادراك مستمر الوقت طول الوقت، ودي حاجه هو مرتاح في طريقه التفكير دي. واحد تاني طريقه تفكيره انه بيحب ينغمس في الموقف ويعيش اللحظه نفسها، فما بيحسش بالوقت، ففجاه بيبص في الساعه ايه ده فاتت 3 ساعات انا كنت مش واخد بالي. انما لو حد مدرك الوقت ومرتاح مع طريقه التفكير دي، هيبقى بالنسبه له هو من قبل ما تساله الساعه كام هو بيكون عارف الساعه كام، لانه على طول مدرك هو الوقت اخباره ايه، انا بقالي كام دقيقه بعمل الحاجه دي. طبعا مفيش حاجه كويسه وحاجه وحشه، كل حاجه وليها استخداماتها.
بس في الاخر احنا بنتكلم دلوقتي على موضوع المشاعر، انه الشخص اللي هو بالنسبه له الوقت دوت بيعرف يدركه باستمرار، هيبقى مرتاح جدا ان هو يقول لاي حد امتى فين ازاي براحته. هنتقابل امتى؟ ممكن اقابلك في اليوم الفلاني الساعه كذا. انما الواحد اللي بينغمس في الوقت هيبتدي ان هو يحس بعبء انه حد بيطلب منه، ايوه يعني نتقابل الساعه كام؟ ايوه يعني بعد المغرب. ايوه يعني الساعه كام؟ يعني هخلص اللي في ايدي واكلمك. ما بيحبش ان هو يلزم نفسه بميعاد معين لان هو عارف ان هو مش هيجي فيه. فدايما بيحب ان هو يدي مواعيد مطاطه، فلو حد زنقه في الوقت هيتخنق، هيتضايق. طب المشاعر المضايقه والخنقه دي علشان الموقف يضايق؟ لا، عشان طريقه التفكير اللي الشخص اتعود عليها مشاعره بتعبر عنها بالبساطه دي. فلو غير طريقه تفكيره، المشاعر اللي بتعبر عن طريقه التفكير دي هتتغير. فالنقطه الرابعه واضحه؟ لو في اي حاجه مش واضحه ابعتوا لي في الكومنتات. طيب، خامس نقطه، ان المشاعر معتمده على السياق، يعني بتظهر على حسب السياق اللي انت فيه. يعني ناخد مثال، انه دلوقتي لو انت في السياق قاعده مع صحابك والدنيا حلوه وجميله وعمالين بتهزروا وبتضحكوا وصاحبك بيشتمك، تحس بحاجه؟ المشاعر اللي انت تحس بيها عادي بتخدم السياق. انما لو نفس صاحبك ده في موقف تاني وانتوا شادين مع بعض في الكلام وراح شتمك فيها، هتقلب بخناقه. نفس الشخص، نفس الكلام، انما للسياق اختلف. انه السياق دلوقتي احنا بنهزر فتمام، السياق احنا دلوقتي شادين مع بعض وبنتكلم بجديه وانه في مشكله عايزين نحلها، المشاعر اختلفت. فالمشاعر مش يعني افهمك اكتر من الموضوع دوت، ان احنا لو حولنا الحوار ما بينك وما بين صاحبك ده لسكريبت كده مكتوب، حوار مكتوب، بس من غير ما نقول السياق اللي معمول فيه، من غير ما نقول انه السياق هنا نديه وجديه ولا السياق هزار ولعب، هتلاقي انه نفس الكلام نفس الحوار، بس هنا مجرد ما حطينا سياق ان احنا بنهزر وانه دي قعده ضحك وهزار، هتلاقي ان المشاعر اختلفت، بقت مقبوله، الشتيمه مقبوله. انما لو القعده دي قعده حساب وعتاب وفيها كلام حاد وجاد، ده النيه اللي جوه الشخص، هتلاقي ان المشاعر اختلفت تماما. فبالتالي السياق مهم وبيأثر على مشاعرك. وهنا يظهر لنا جزء مهم، فكره انه اوقات كتيره قوي انت بتحس بمشاعر بره السياق لانه الزمن فات، ان انت تعيش مشاعر او مشاكل حصلت في الماضي، فهنا السياق بتاع الاحداث دي انتهى، خلص، كان موجود دلوقتي بس هو دلوقتي انتهى بقى في ذكريات. فان انت ترجع تعيش تاني ذكريات خلصت expired، فهنا انت اللي محتاج يتغير ان انت تدرك السياق اللي انت عايش فيه. انه لان دي اوقات ناس كتير قوي بتتحبس فيها، بتتحبس ان هو يكون حصل معاه موقف وهو صغير، الموقف اللي حصل معاه وهو صغير دوت اثر عليه جدا وبقى متضايق، كل ما يفتكره يتضايق. بس هو مش محتاج انه كل ما يفتكره يتضايق، لانه هو كبر، بس هو ما بياخدش باله بقى ان السياق اتغير، انه السياق اللي هو كان فيه وهو طفل ما عندوش الامكانيات الكافيه ان هو يعرف يدافع بيها عن نفسه، ما عندوش الامكانيات الفكريه الكافيه انه يعرف يرد في الموقف دوت، فبالتالي هو دلوقتي كبر، فالسياق اتغير، كبر بقى قادر ان هو يدافع عن نفسه جسديا ولغويا، فالموضوع اختلف. بمجرد ما الشخص يدرك ده، يدرك ان السياق اللي بقى محطوط اتغير، وان هو دلوقتي مش محتاج يخاف من نفس الموضوع لانه بقى اكبر من اللي كان فيه وقتها، فيقدر يدافع بيه عن نفسه ويقدر يتصرف، فساعتها المشاعر حتى عن الذكرى بتبتدي تتغير، لمجرد بس ان ادراك الشخص ان السياق اختلف. فالسياق بيأثر جدا على الشعور. احنا لحد دلوقتي مش بنتكلم على ازاي هنتعامل مع المشاعر، بس انا دلوقتي المهم بالنسبه لي ان انتوا تفهموا هي المشاعر بتيجي ازاي، ازاي انت كبني ادم بتحس بمشاعر، ايه اللي يخليك ان انت تطلع اللي جواك ده، ايه اللي يخليك ان اللي جواك دوت بتحس بيه دوت يطلع، بيطلع امتى وازاي وفين. فده اللي احنا كنا بنتكلم فيه. سادس حاجه بتخليك ان انت تحس بمشاعر، ان المشاعر هي مهاره مكتسبه. مهارة مكتسبة. انت ما اتولدتش بتعرف تحس بايه تجاه ايه، انت اتعلمت تحس بايه. وده دايما تشوفه انه مثلا الام اللي بتخاف من الصراصير، تلاقي طفلها اول ما يشوف صرصار يبتدي ان هو يخاف ويترعب عشان شاف صرصار. بس لو
الطفل ده اتولد بيخاف من الصرصار؟ لا. هتلاقي انه في بدايه حياته انه لما بيشوف صرصار بيبقى عايز يروح له، بس لما لقى ان امه بتتصرف بالطريقه دي مع الصرصار هو اتعلم ان ده المفروض رد الفعل الطبيعي مع الصرصار انه يعمل ايه. ف يعني انا فاكر موقف يعني حصل مع ابني، ما كانش بيخاف خالص من اللي هو الحشرات وبالذات اللي هو العناكب يعني، لحد ما ابتدى ان هو يشاف فيديو وابتدى ان الفيديو دوت يخوفه قوي من العناكب، فتعلم يخاف من العناكب رغم ان هو ما كانش بيخاف منها، ده كان بيبقى حابب يكتشفها. فبالتالي هو اتعلم من الفيديو، والفيديو دوت بقى الطريقه اللي اتعلم بيها يتعامل بيها مع العناكب ازاي بقت مستمره معاه. هل يقدر يتعلم غيرها؟ اه يقدر يتعلم غيرها. اي حد يقدر يتعلم ازاي يتصرف، وده بيبان بالنسبه لنا جدا في حته العصبيه. هتلاقي حد اتعلم انه لما حد يتكلم معاه او ينتقده ان هو رد الفعل الطبيعي بتاعه ان هو يغضب، فهنا اتعلم يحس بشعور الغضب مع اي انتقاد. طب يقدر يتعلم يحس بمشاعر مختلفه؟ يقدر. بس طول ما هو مش مدرك ده، مش مدرك انه الغضب اللي جواك دي مهاره انت اتعلمتها، هي مش حاجه بلت ان كده فيك، انت اتزرعت فيك واتولدت بيها وهي كده ومفيش غير تغيير. فميزه ان انت تبقى عارف انه اي شعور انت بتحس بيه هي مهاره انت اتعلمتها، وبالتالي تقدر تغير من طريقه احساسك، بيديك قوه بيديك امل. لان انت لو فاكر ان ده هيقلل منك او هيخليك ان انت مش عايش حياه طبيعيه، ده وهم. بالعكس، اللي بيقلل منك هو ان انت بتبقى بتتصرف بتصرفات او بمشاعر تخليك تساعدك انت تتصرف تصرفات معينه تخليك ان انت في اضعف حالاتك. لما انت تكون ضعيف ده اللي بيساعدك، لما انت بتتعصب وتغلط في اللي قدامك هو ده اللي بيساعدك، ده اللي بيجيب لك حقك، ولا ده اللي بيخسرك حقك؟ فهنا انت بيبقى بالنسبه لك انت عايز تكون تلقائي، بس هنا انت عمرك ما كنت تلقائي، انت اتعلمت تحس بشعور معين وتتصرف بيه وبقيت عايش بيه ومكمل عليه، رغم ان هو ممكن يكون مش مفيد بالنسبه لك. فالحل المناسب بالنسبه لك ان انت تبتدي من النهارده، لو انت عايز فعلا تتغير تبتدي تعلم نفسك ازاي تغير من مشاعرك. احنا لسه ما اتكلمناش في الموضوع دوت، لسه هنتكلم فيه. بس اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تخرج من المحاضره دي عارف ان انت مشاعرك ايا كان اللي انت بتحس بيها، تبقى انت عارف انت بتحس مشاعرك نتيجه ايه. خلينا نراجع تاني ان واحد، نتيجه انه دي طاقه في الجسم بتعرفك، لو هي طاقة سلبية هتوقف عشان تساعدك انك تديك طاقة انك توقف زي الفرامل كده في العربية، عايز تكلبش في الارض بسرعة جدا عشان توقف اتجاهك. فمختلفة تماما عن المشاعر الإيجابية اللي هي بتديك طاقة خفيفة تخليك مستمر وعندك طاقة متجددة في اللي انت فيه. فالاتنين مختلفين، مفيش حد فيهم حلو مفيش حد فيهم وحش، كل واحد ليه دوره وفايدته. فمهم ان انت تستخدم الطاقة اللي في جسمك اذا كانت سلبية او ايجابيه. في حالتين هي طاقه مفيده تساعدك ان انت تعرف تعيش في حياتك. تاني حاجه انه المشاعر اللي بتولد دي نتيجه اختلاف توقعاتك، النموذج اللي انت مكونه عن الواقع والواقع نفسه. وبالتالي المشاعر هدفها ايه؟ تساعدك في ايه؟ ان انت تفضل تعدل في النموذج اللي انت مكونه عن الواقع، لان انت ما تقدرش تغير الواقع نفسه، انما انت تقدر تغير النموذج اللي انت مكونه عن الواقع. فكل ما تغير في النموذج اللي انت مكونه يكون اقرب حاجه ممكنه للواقع، تعرف انت تعيش في الواقع بسلام ونجاح وامان وتطور وقوه، لان انت فاهم الدنيا عباره عن ايه، لان انت عارف كويس ايه طبيعه الاحداث اللي بتحصل، ايه طبيعه الناس اللي حواليك، فتعرف تتعامل معاهم بالطريقه المظبوطه من غير بقى لا توقعات سوداويه ولا توقعات متفائله ساذجه. في الحالتين ده مش هيفيدك، اللي هيفيدك ان انت تكون واقعي بجد. تالت حاجة قلناها ان بتولد مشاعر، ان انت لما بتفكر في فكرة عشان تعرف ان الفكرة دي هتفيدك ولا بتضرك، ان انت تحس تجاهها بمشاعر. فالمشاعر هي ملمس افكارك، فعشان تعرف ان الملمس ده خشن، الفكرة دي وحشة، الفكرة دي مضرة، الفكرة دي مش مريحة، تسيبها. ما تفضلش بقى تفكر فيها وتفضل تضايق نفسك كأن واحد عنده فسفوسه وعمال يعور في نفسه. طب يا عم سيب الفسفوسه، مش هتخف كده. طول ما انت عمال بتحك فيها هتفضل تتعور ومش تعرف تخف، والتعويره هتفضل تكبر وتعلم وبيبقى ثابته معاك. مجرد ما انت سبتها، بطلت تستخدم ايديك في ان انت تقعد تعور نفسك، هتخف لوحدها. نفس الموضوع افكارك، مجرد ما انت تسيب افكارك اللي هي المؤلمه دي وتبتدي ان انت تحس انه تبتدي تفكر في افكار تفيدك، انت نفسك هتحس ان حياتك بقت احسن، لان انت عايش مشاعر احسن، بتفكر في افكار احسن.
رابع حاجة إنه طريقة تفكيرك اللي أنت برمجت نفسك عليها، مشاعرك بتعرفك أو نتيجة ليها تعبير عن وجودها. فبالتالي لو أنت لقيت نفسك إن أنت عمال بتبعد عن حاجة أنت محتاجها، زي مثلا التمرين، زي مثلا الالتزام، زي مثلا الأكل الصحي، دي كلها طريقة تعاملك مع الحاجات دي كلها بتلاقيها إنها، أو تكوين العادات عامة يعني، دي طريقة، دي نتيجة لطريقة تفكيرك اللي انت برمجت نفسك عليه. فتلاقي مشاعرك لو هي مش بتخدمك وبتبعدك عن حاجه لمصلحتك، يبقى انت مش محتاج تغير في مشاعرك. انت كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تشوف انت مبرمج نفسك على ايه، علشان تغير من البرمجه، فتغير احساسك تجاه العاده اللي انت عايز تكونها. وهنا بتقدر ان انت تعرف تتحكم في نفسك، وهنا مشاعرك بتكون لخدمتك ولمصلحتك، على ان انت مش تعرف انت محتاج تغير ايه في فكرك من غير ما تحس بالمشاعر اللي عامله لك مشكله دي. خامس حاجه، ان المشاعر مرتبطه بالسياق اللي انت فيه. ففي اوقات انت بتبقى متخيل ان السياق ثابت، في حين ان السياق انتهى، هو ماضي وانتهى وانت بقيتش موجود فيه، وانت متخيل ان انت دايما لسه صغير. زي بالظبط مثال للفيل، الفيل اللي هو بيكون يعني حد عارف الفيل ازاي بيدخلوه السيرك؟ زمان كان في السيرك دايما بيبقى في فيل علشان يعني الشو يبقى جميل، والسيرك ما ينفعش يفضل قاعد في نفس المكان، لان الشو هو فمحتاج يغير المكان اللي هو فيه عشان يغير الناس. وبالتالي ازاي هيمشوا ويتحركوا بالفيل ده؟ الفيل ممكن ياخد السيرك كله ويمشي، لو اتضايق خلاص كده مع السلامه. ازاي بيعرفوا يضبطوا الفيل؟ فهنا الفيل ما ينفعش يخش السيرك غير وهو سنه صغير جدا، ويربطوا فيه سلسله في رجله. السلسله اللي في رجله دي بتكون بالنسبه له وهو صغير قويه جدا عليه، ما يقدرش ان هو يكسرها، ما يقدرش ان هو يهرب منها. بس الفيل ما بياخدش باله ان هو بيكبر، وكل ما بيكبر جسمه بيكبر، فيقدر يكسر السلسلة بسهولة. أهم حاجة علشان تعرف في السيرك تتحكم في الفيل إن أنت ما ينفعش تغير السلسلة. السلسلة دي لو اتغيرت، لو حصل فيها أي حاجة، خلاص كده الفيل مش هينفع تتحكم فيه. فبالتالي نفس السلسلة من هو دخل السيرك وهو صغير، هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتلجمه، لأن هو اقتنع وصدق إن السلسلة دي هي أقوى منه، بس مش عارف إن السياق اتغير، ان هو كان صغير وحجمه كبر دلوقتي، هو مش مدرك ده. انما احنا كبني ادمين عندنا القدره ان احنا ندرك ده، ندرك ان احنا السياق بيتغير، ان احنا امكانياتنا بتتغير، ان انت قدراتك بتتغير، فبالتالي قدرتك على التعامل مع نفس الموقف تتغير، فمشاعرك تجاه نفس الموقف تتغير. فهنا ده جزء بتاع السياق. الجزء السادس انه اي شعور انت بتحس بيه هي مهاره انت اكتسبتها اتعلمتها، فتقدر تتعلم غيرها، ودي حاجه تديك امل وقدره على التحكم. انت مش عارف ازاي، لسه هنعرف ازاي. بس قبل ما نعرف ازاي، عايزين نتكلم في حته المفاهيم المشهوره غلط عن المشاعر، لانه ناس كتيره بتصدق في افكار بتضرها، بتحجمها، بتخليها انها قليله ومش عارفه تتحكم في نفسها. زي من اشهر المعتقدات كده عن المشاعر، ان انت لازم تكون حقيقي تجاه مشاعرك، ما ينفعش ان انت يعني تضحك وانت من جوه متضايق. لو انت متضايق هتفضل طول القعده قاعد مع الناس اللي هم لسه بيتعرفوا عليك، او الناس لسه جايه لك من سفر، او تبقى قاعد متضايق ومكشر كده اهو، قلب لك وشه. ليه؟ علشان انت متضايق مثلا من الشغل او عندك مشكله في حياتك، فانت لازم تكون حقيقي مع الناس اللي انت بتتكلم معاهم، بتتكلم معاهم بالمشاعر اللي جواك زي ما هي. بس ده طبعا مش حقيقي، مش مظبوط، لانه هنا لو خدنا بالنا ان السياق اتغير. انت تقدر تغير من مشاعرك في اي وقت. وهنا نرجع لمقوله ان المشاعر دايما صح، نسبيه جدا في الاغلب غلط. ليه؟ لان المشاعر دايما صح بالنسبه لك، انت بالنسبه لك مشاعرك هي دايما صح، لانها بتخدم طريقه تفكيرك، بتعبر عن اللي جواك. ونسبيه جدا لان طريقه تفكيرك دي نسبيه جدا، ما حدش بيفكر بطريقه تفكيرك غيرك. وفي الاغلب غلط، لان انت في الاغلب عندك تشوهات فكريه، وان انت مش عارف لسه النموذج اللي انت مكونه عن الواقع مش دقيق كفايه، فمشاعرك اللي بتطلع بتكون تقريبا غلط بالنسبه للواقع. فبالتالي لو انت بقيت حقيقي دايما لمشاعرك، وان انت المشاعر اللي جواك بتعبر عنها زي ما هي وتفضل فيها، فانت هنا عملت غلطتين. اول حاجه ان انت ثبتت المشاعر اللي جواك رغم تغير السياق، فانت هنا بتقاوم التغيير المشعور. فدي حاجه مش سهله، دي حاجه صعبه، انت مجهود انت بتعمله. لان لو انت سبت نفسك للعادي، هتلاقي نفسك ان مشاعرك بتتغير.
لو انت سبت نفسك انك تتكلم مع الناس وتتعرف عليهم وتشوف ايه الاخبار وايه الاحداث، هتلاقي مجرد ما الكلام ابتدى ومشي مشاعرك بقت مختلفة، ونسيت اصلا اللي انت كنت شاغل بالك بيه. انما لو فضلت مكشر ومحتفظ، فانت بتعمل مجهود اضافي عشان تقدر ان انت تفصل نفسك عن الاحداث اللي انت عايشها، وما تعيش المشاعر تجاه الاحداث اللي انت فيها. لان احنا عارفين انه لو انت عشت الحدث ده نفسه، اللي هو انك بتتعرف على ناس جديده او بتقابل ناس بقالك كتير ما شفتهاش، فمشاعرك هنا لو عشت الحدث ده هتبقى مختلفه. فانت بتحاول تفصل نفسك عن الحدث، دي اول حاجه. تاني حاجه، انت عمال تجدد من الافكار اللي تخليك محافظ على الشعور. ليه؟ لان المشاعر اصلا مؤقته. المشاعر مجرد طاقه بتبقى لحظات في جسمك، علشان الطاقة دي تفضل موجودة في جسمك محتاج ان انت تجددها. فتجددها ازاي؟ ان انت تفضل تفكر في نفس طريقة التفكير اللي ولدت الشعور ده نفسه. فانت عشان تفضل عايش شعور ما، محتاج تعرف تحافظ عليه. فبالتالي انت مش محتاج تكون حقيقي تجاه مشاعرك، لان انت لو فعلا حقيقي تجاه مشاعرك هتعيش الموقف ومشاعرك هتتغير باستمرار، لان الحياة مستمرة ومتغيرة طول الوقت. فبالتالي ما تحاولش ان انت تفضل بتقنع نفسك ان انت لو متضايق ان انت لازم تفضل متضايق ولازم تعبر عن مضايقتك. لا، مش لازم. ممكن تغير من مشاعرك بسهولة جدا، تقدر ترجع للمضايقة بعدين، مفيش مشكلة خالص. تاني حاجة من الافكار المنتشرة المضرة عن المشاعر، ان المشاعر دي حاجة خطر، ان المشاعر ضعف، حاول تتجنبها. ما ينفعش تظهر مشاعرك علشان لو ظهرت مشاعرك هتتمسك عليك. مظبوط؟ طبعا غلط. لانه المشاعر عمرها ما كانت خطر. المشاعر اكبر وسيله مفيده ليك كبني ادم، تعرفك ازاي تفكر، ازاي تتصرف. لو انت ما عندكش مشاعر مش تعرف ايه الافكار المفيده بالنسبه لك وايه الافكار المضره اللي انت محتاج تسيبها. لو انت ما عندكش مشاعر مش تعرف ايه التصرفات المناسبه للموقف ده وايه التصرفات اللي مش مناسبه. فالمشاعر هي اللي بتديك القدره على المانوفر، او اللي هو ان انت تعرف تمشي في الدنيا كده وتتعلم وتكتسب المهارات اللازمه عشان تعرف انت تعيش وتحقق كل طموحاتك، تبقى انت مبسوط وقوي وناجح. فالمشاعر ليها دور اساسي في حياتك ومهم جدا. فبالتالي طول ما انت تبقى عارف ان المشاعر دي بتاعتك انت وانت المتحكم فيها، فاظهارها ما ينفعكش في حاجه، لان محدش يقدر يتحكم فيك. انت الوحيد المتحكم في مشاعرك، لان انت عارف هي بتطلع ازاي وعارف تتغير ازاي. فالمشاعر هي طوق نجاتك في الدنيا، لان مش الفكره كلها ان انت جاهل. انت لو اتولدت عندك معلومات وبتعرف ازاي تعيش، ما كنتش تحتاج مشاعرك. انما تكونك ان انت لا بتعرف ازاي تفكر ولا تعرف ازاي تعيش، تصرف ازاي، تفكر ازاي، مش عارف. فمشاعرك دورها انها موجوده معاك لخدمتك، تعرفك، تساعدك، تدي لك كده اناره إيه اللي انت ممكن يكون محتاجه في الدنيا دي عشان تعيش في امان وسلام ونجاح وقوه مستمره. فبالتالي فكرة ان المشاعر خطر، المشاعر مفيدة جدا. تالت حاجة، انه المشاعر هي اللي بتقول لك انت محتاج ايه، وان انت لازم تسمع لها، لازم تنفذ لمشاعرك. وهنا بيظهر في، اذا كان بقى في العلاقات او في ناس في شغلها، في ناس كده بتبقى عارفين اللي هو الجات فيلينج، اللي هو بيصدق دايما في مشاعره وانه دايما مشاعره ما بتغلطش، ويبقى مقتنع بالموضوع دوت. طول ما انت مقتنع ان مشاعرك ما بتغلطش وان مشاعرك بتقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، هيضحك عليك وتخسر كتير قوي. لان المشاعر متغيره، المشاعر معتمده على طريقه تفكيرك. فبالتالي لو انا عرفت طريقه تفكيرك انا ممكن اضحك عليك، اقنعك باللي انت عايزه، فتحس بمشاعر تجاه اطمئنان، وفي الاخر اخد منك اللي انا عايزه وانت يضحك عليك. لان انت حكمت بمشاعرك مش بعقلك، لان قدام عينك انا غلطت قدامك في واحد واثنين وثلاثه، بس مشاعرك تجاه ان انت مرتاح لي فاتنصب عليك. وهي الطريقه اللي الناس بتتنصب عليها فيها، ان هو بيطمنوا في حته المشاعر رغم ان هو بيكون عنده ادله كذا مره قدامه انه الشخص ده مش مظبوط، التصرفات دي فيها حاجه غلط، بس هو مشاعره مطمنه، فبتدي يكمل ورا مشاعره، فبيضحك عليه. طب هل ده معناه ان انا ما اسمعش خالص لمشاعري وافكر بس بالعقل؟ ما احنا قلنا بقى ان ما ينفعش، انت محتاج تستخدم الاثنين. انت محتاج تفكر
ومشاعرك بتقول لك تفكيرك ده، بتدي لك زي فيدباك كده مردود مستمر على ايه التفكير اللي انت بتفكر فيه وايه الانسب ليك. فانت محتاج تفكر وتستخدم مشاعرك، يكون في صلة ما بينك وبين مشاعرك كده تحسها، علشان تقدر تاخد القرار الانسب ليك في الواقع. ما يبقاش ان انت بتاخد قرارات كده هوجائيه وقرارات متغيره على حسب انه مشاعر اتغيرت فانت تغير القرار. لا، تقدر ان انت تلتزم على قرار حتى لو في الم في النص، تبقى انت عندك رؤيه اشمل واكبر للمستقبل. ما يبقاش انت باصص لشعورك كده دلوقتي وخلاص. وبالتالي حته انه انت لازم تطيع مشاعرك، لا مش لازم تطيع مشاعرك. مشاعرك مجرد بتقول لك ايه اللي بيحصل في الدنيا، بس ما بتقولكش تعمل ايه. اللي انت هتعمله دوت معتمد عليك انت، انت اللي بتختاره. لان انت ممكن يعني تعمل اكتر من حاجه باكتر من طريقه. غضبك انت ممكن تغضب باكتر من طريقه، واتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل في المحاضره الاولى. طيب، ان المشاعر لازم انها تعبر عنها وانها تخرج كده من جواك مجرد ما تحصل. ما ينفعش ان انت تكبت شعور جواك، لان انت لو كبت شعور جواك هيتخزن جواك وهيطلع بطريقه تانية. الكلام ده كلام فاضي. المشاعر لا تكبت ولا تخزن. المشاعر هو طاقة متجددة في جسمك متغيرة باستمرار لتغيير طريقة تفكيرك أو تغيير الظروف اللي في حياتك أو حتى تغيير جسمك. فبالتالي هي طاقة متغيرة لوحدها لطبيعة الحياة اللي انت عايش فيها. فما ينفعش ان انت تقول انه الطاقة دي هتتخزن في جسمك. طب هتتخزن فين؟ في خزان أحزان؟ مفيش. فما توهمش نفسك بالموضوع دوت، ما تقنعش نفسك بيه، لان ده في الاخر هيعطلك، هيحجمك على الفاضي. انت مش محتاج ان انت تعبر عن مشاعرك في وقتها، مش محتاج تعبر عنها اصلا لو انت مش عايز، وده مش هيضرك في حاجه. تقدر ان انت تستخدمها وممكن تتجاهل استخدامها، دي حاجه بتاعتك. فهنا المشاعر مش بتجبرك ان انت تعمل حاجه معينه. المشاعر دورها انها بتخبط عليك كده اهو، لو سمحت لو سمحت عندنا مشكله. فتلاقي مشاعر مؤلمه مع اختلاف انواعها. فاختلاف انواعها بتعرفك ايه انواع المشاكل اللي بتواجهك. او لو سمحت لو سمحت انت ماشي صح كويس قوي وانا مبسوط قوي والدنيا جميله. فاديك مشاعر ايجابيه علشان تقدر تبقى عندك الطاقه انك تكمل وتستمر. بس هي في الاخر تقول بتعمل ايه؟ بتخبط عليك. انت عايز تعمل ايه بقى؟ دي حاجه بتاعتك. دي حاجه معتمده على طريقه تفكيرك وعلى طموحاتك في الدنيا. يعني هديلك مثال، لو انت مصدق في ان انت محتاج تعبر عن مشاعرك زي ما تحسها، تخيل كده ان انت قدام يعني حد مجرم، والحد المجرم ده غلط فيك، فانت اتعصبت. لو انت عبرت عن عصبيتك ممكن تخسر حياتك. خلي بالك. فانت هنا كان عندك فرصة انك تعبر عن مشاعرك، بس الاسلم ليك انك ما تعبرش. ده مش هيأذيك ولا هيضرك، بالعكس ده اللي هينفعك في الموقف ده. انما في موقف تاني، لو انت مش مع مجرم، انت مع حد ند ليك وتقدر ان انت او يعني بنفس القوة الجسدية وبيعتدي عليك، فالغضب هنا ان انت تعبر عنه وتصده هيفيدك، هيحميك. فعلى حسب الموقف، زي ما قلنا ان السياق بيخدم الشعور نفسه. من ضمن الحاجات ان المشاعر ما ينفعش انها تتحكم فيها ولا ان انت تديرها. انه المشاعر اللي بتحصل كده تلقائيه وخلاص. طبعا الكلام ده مش مظبوط. مشاعرك تقدر ان انت تديرها، تقدر ان انت تتحكم فيها. ازاي؟ ان انت مشاعرك في الاخر بتقول لك انت بتفكر في ايه، انت ايه الفرق ما بين النموذج اللي متكونه عن الواقع والواقع نفسه. فهي بتخدمك عشان تعرف تدير بيها افكارك، تدير بيها نفسك. فانت لما تغير من افكارك، تغير من طريقه برمجتك لطريقه تفكيرك، تغير من النموذج اللي انت مكونه عن الواقع، ما كل ده هيغير في مشاعرك. وبالتالي حتى لو احنا قلنا ان المشاعر هي ملمس الفكره. فانت لو عندك ملمس، عندك افكار دي مؤلمه، مجرد ما انت غيرت الفكره مشاعرك هتتغير. فبالتالي لو انت دلوقتي بتتحكم في مشاعرك وبتتحكم في افكارك، النتيجة ايه؟ ان انت بتتحكم في مشاعرك، فبتتحكم في الطاقة اللي عندك في جسمك، فبالتالي تقدر تتحكم في الحياة اللي انت عايشها. لان انت لو خدت بالك انه الست طرق للمشاعر مفيش ولا واحدة فيهم من الخارج، كلها منك. انت اللي بتتحكم في تحس بايه وما تحسش بايه. نتيجة بتعبر عن اللي جواك، مش بتعبر عن حاجة في الواقع. فبالتالي ايه؟ هتلاقي ان انت ادارة مشاعرك افيد لك من ان انت تبقى تلقائي كده. لان انت لما بتكون تلقائي، ده بيحصل ازاي مع الناس؟
ان واحد مثلا مبدع او مؤلف، وتلاقي ان هو مش عارف يالف غير في حاله معينه، في شعور ما، هو ده شعور الابداع بالنسبه له. انا فاكر انا اتكلمت مع واحده كانت كاتبه، وكانت كاتبه مشهوره يعني، فالحاله بتاعه الكتابه بالنسبه لها انها تخش في علاقه وتتخزوق وتتبهدل علشان تخرج بمشاعر قويه تعرف تطلعها في الكتابه. فبقيت بعد ما تخلص كل كتاب تحاول انها تخش في علاقه تبهدل فيها نفسها. مش محتاجه تعمل الكلام ده، لان هي مش عارفه تتحكم هي في مشاعرها. لانما لو هي اتحكمت في مشاعرها ساعتها تعرف تكتب في اي وقت. هل هي ينفع تتحكم في مشاعرها؟ طبعا ينفع. والافيد والاصلح ليها انها تتحكم في مشاعرها، انها تعرف تخش وتعيش الشعور المناسب للكتابه، لان في الاخر هو بيطلع كله من افكارها، مش بيطلع من المواقف اللي بره. فبالتالي لو انت مصدق في اي من الاوهام تجاه المشاعر دي، ارجوك وقف التصديق في حاجه زي كده، لانه التصديق في كل الكلام دوت مش هيفيدك باي حاجه. انما اللي هيفيدك ان انت تبتدي تحس مشاعرك، وتعرف مشاعرك دي بتعبر عن ايه جواك، ايه اللي بيحصل جواك، لان ده الطريقه اللي هي لغه الاتصال او لغه التواصل ما بين افكارك وما بين جسمك. الاتنين مع بعض ازاي بيندمجوا مع بعض عن طريق المشاعر، اللي يعرفك ايه الاصلح ليك، ايه الافيد ليك. وصلت؟ لو عندك اي سؤال في المرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم على خير في المحاضره اللي جايه. سلام.